السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. أنا النهاردة كنت قاعدة كده وطلبوا مني حاجة محلية، فقلت لهم طب اعمل لكم كيكة ولا بسبوسة ولا جلاش اللي انتوا عايزينه. فقالوا لي اعملي لنا بسبوسة. فهعمل الشربات دول. بصوا هي كوباية وتقريبا كوباية الا ربع سكر، ويعني كوبايتين الا ربع سكر عليهم كوبايتين بس مليهم على الاخر مية. وبعدين هشغل يعني البوتاجاز، هولع البوتاجاز. وبصوا بقى عايزه اقول لكم على معلومه، دوبوا السكر قلبوه لحد ما يدوب. اول ما السكر يدوب واول ما الشربات يعني يبدا يغلي كده اهو، ما تقلبوش تاني علشان ما يسكرش منك. دي معلومه عارفاها للشربات، عشان الشربات ما يبقاش مسكر منك على وش الحلويات اللي بتعمليها. فبمجرد ما قلبت السكر وهو بدا يسخن ما تقلبيش تاني خلاص. بص انا هبدا اقلب. طبعا لسه انا لسه مولع عليه، يعني حتى ما دفيش حتى، بس هبدأ كده اولع عليه اقلبه لحد ما ادوب بيه السكر. بس اول ما السكر يدوب معايا بروح نازله بنص عصرة ليمونه، نص ليمونه اهي. شايفين اهي نص ليمونه. ما عندكيش ليمون بديل لي كيسين فانيليا او عسل جلوكوز يعني. بس لكن انا دايما يا بليمون يا بفانيليا لو ما عنديش ليمون يعني، بس بفضل الليمون. بصوا بقى ادي البرطمان البسبوسه. انتوا عارفين انا مبحبش استخدم الا البرطمان، حتى ما عرفش ليه لقيته كده فيه كتل، في البسبوسه مش نازله، لا فيها مكتل كده. وادي كوبايه الحليب او اللبن، وهنا عندي 3 معالق سمنه كبار. طبعا سمنه بلدي او سمنه، بس دي مش بلدي، دي مخلطه بلدي على الهولندي. وهنا الصينيه بتاعتي هدهنها بالسمنه. البسبوسه ما تف... يعني بتحب السمنه، وبتحب السمنه البلدي اكتر. يعني لو سمنه بلدي صافي كمان لو عندك وفي امكانيه انك تعمليها بسمنه بلدي كلها صافي يبقى افضل. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بحب اعجن البسبوسه بايدي، يعني بحب اعملها بايدي، ما بحبش اعملها بالسباتولا او بالمضرب السلك لا. بس فانا كده ايه، هدهن الصينيه سمنه كويس. وبعد كده عشان دي اول الاستعداد بقى ان انا اعمل البسبوسه. هنا كنت عايزه اقول لكم دي مش موسخه، دي انا اتحرقت مني، نسيتها على البوتاجاز، نسيتها جنب العين بتاعت البوتاجاز فراحت اتلسعت. ادي المعلقتين السمنه هنزل بهم على علبه البسبوسه اللي قلت لكم عليها. بصوا اهو هبسها بقى ايه بالسمنه. زي ما قلت لكم انا بحب اعمل البسبوسه، احب اعملها بايدي، مش بحب ان انا ايدي نظيفه يعني وغسليها، مش بحب اعمل يعني بسيط خالص. لو استخدمت الاسباتولا او كده بستخدم ايدي. بصوا بقى انا اديني عايزه ايه، بصوا اغلف البسبوسه كلها بالسمنه كلها، يعني البسبوسه كلها تتغلفيها بالسمنه. تبقى عامله زي الرمله المنديه ديت اللي فاهميني. بس يعني حتى انت مثلا لو حطيتي سمنه وحسيتي ان البسبوسه لا مش كلها واخده السمنه، لا حطي معلقه سمنه تاني بس. فالافضل بس تبسيها زي بصوا بسيها كلها. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، قلب السمنه كويس فيها
كلها شبعيها بالسمنة علشان لما بنحط الحليب او اللبن او لو انت هتعجنيها بزبادي البسبوسة عشان ما تنشفش منك برضو ما تجلبيهاش كتير، يا دوبك ايه تبقى على طول يعني ما تجلبهاش كتير، تجليبه والتاني وخلاص. فانا شايفين جبت البسبوسه من فوق ومن تحت، المهم ان انا خليتها كلها غلفتها بالسمنه، والسمنه انت عايزه تسيحيها تمام، مش عايزه تسيحيها بصوا انا هحط الحليب بس مش هحطه كله. انا غسلت ايدي تاني من البسبوسه بعد ما بسيتها في السمنه وهبدا بقى ايه اعجنها باللبن او بالحليب بس كده. انا مش عايزه اقلب كتير زي ما قلت لكم، بصوا ما خدتش المج كله يعني فاضل بتاع ربعه فيها، وهجيب الصينيه وهنزل البسبوسه فيها، سهله جدا وحاجه كده محليه برضو طالما ان هم طلبوا حاجه محليه. انا حاولت ان انا افردها بالسباتولا بس برضو بصوا لا مش عارفه، هسيبها وهكملها بايدي، هسويها كده واعملها بايدي. الصينيه دي يا جماعه الصينيه الوسط، طبعا انتوا عارفين طقم الصواني بيبقى 3، واحده كبيره خالص والاصغر منها اللي هي الوسط دي اللي انا استخدمت فيها، والتانية صغيره خالص، لا دي اللي في النص بقى الصينيه الوسط رقم 2 في الطلب بس. هدخلها بقى الفرن كمان انا مسخناه وسايبه الشربات يغلي، يعني اسيب الشربات كده من 7 ل10 دقايق بس، ودخلتها الفرن. بصوا اهي اديها طابت، شايفين اول ما تحط الشربات البسبوسه تشرب الشربات، دي من علامات ان البسبوسه نجحت، لما تحط الشربات والبسبوسه تشربه دي من علامات ان البسبوسه نجحت. البسبوسه ناجحه والبسبوسه كمان هتبقى طريه بس. طبعا انا سبتها زجيتها الشربات وسبتها 10 دقايق، وبعد كده هقطعها. كمان هي كانت دافية يعني كانت لسه سخنة شوية، لو سبتيها شوية في التلاجة سجعت هتطلعها خرطة بخرطتها. وكمان يعني بصوا في الجو الحر ده لا شايفين البسبوسة دايبة ازاي، بسبوسة دايبة خالص يعني تتفتل مني، يعني بصوا طرية ودايبة عاملة زي والله اطرى من الملبن بصوا شايفين مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. بس انا هطلع كام حته كده احطهم في الصينيه في الطبق بتاع التقديم، وهو بصوا اوريكم البسبوسه طريه ازاي، بصوا شايفين طريه ازاي، يعني عايزه اقول لكم مرمله، شايفين البسبوسه ولا الطعم، والله مش عايزه اقول لكم الطعم عامل ازاي، طعمها جميل جدا يعني فظيع. يا رب بألف هنا وشفا للي كل ان شاء الله واللي هيجربها، والله يجربوها بالطريقه ديتي هتنجح معاكم، هتبقى احلى من بتاعه بره، يعني تبقى احلى من البسبوسه كمان اللي بنشتريها من بره بكتير. بس زي ما قلت لك ما تجلبيش البسبوسه كتير، يعني وانت بتعجنيها لا خلاص اول ما بسناها بالسمنه زي ما قلت لكم، وبعد كده هاخد ما تقلبيهاش تاني كتير بس. وان شاء الله يعني الطريقه دي تعجبكم وجربوها، وباذن الله هتعجبكم باذن الله. بس انا كمان زي ما قلت لكم بقى لو حطيتوها في التلاجة شويه يا سلام، خدوا بقى طعمها بيبقى احلى كمان، لان انت الجو حر وهي زي ما قلت لكم انا يا دوبك سبتها شربت الشربات. شايفين برضو من نجاح البسبوسه وان هي هتبقى طريه من قبل ما تقطعيها، تعرفي اول ما تشرب الشربات، اول ما تشرب معاكي الشربات كله، كل ما تحطي لها شربات تشربه تعرفي على طول ان البسبوسه دي هتبقى طريه وهتبقى ناجحه من قبل ما تتقطعيها بس. وكمان عايزه اقول لكم الشربات يفضل ان هو يبقى سخن،
والبسبوسه تبقى سخنه. بس انا والله عارفين البسبوسه دي يعني بعد ما عملتها وزجيتها بالشربات، في ناس بتغطيها تقولك عشان تبقى طريه، لكن انا والله ما غطيتها. انا زجيتها الشربات والله، وسبتها على السفرة اللي عملت عليها ديتي بس. وان كان ورايا حاجة في البيت عملتها لحد ما بس ايه دفيت كده، سبتها بتاع 5 دقايق، 5 دقايق بس، ورحت رجعت قطعتها معاكم حتى هي كانت سخنة. بس بعد ما خلصت وقطعتها وخلصت معاكم الفيديو حطيتها في التلاجة، كان طعم احلى واحلى. كمان انت لو عندك مكسرات ممكن تضيفي لها مكسرات وقبل ما تدخليها الفرن، يعني بعد ما حطينا عجناها وحطينا في الصينيه ضيفي لها مكسرات. كمان عايزه تحطي لها اللي هو جوز هند بعد ما تقطعيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.